السلام عليكم اخوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. عواشة مباركة، رمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة ان شاء الله. عارفة صغبت عليكم ولكن الظروف هي اللي كتسمح. المهم دابا 12:30، دابا 12:30 النهار الاول في رمضان المبارك. بغيت نجاوبكم على شي اسئله، علاش غبت، علاش مبقيتش حطيت حتى شي فيديو. المهم انا ما عزيزش عليا داك التكرار ديال الفيديوهات، ماشي انا حطيت لكم فيديوهات ديال الفساق من ا حتى لزاد، كيفاش تنجح الفصه ديالك من قبل الزريع حتى تحش الفصه ديالك. كان غتلقاو البلاي ليست، ديك قائمه التشغيل زراعة الفصل، دخلوا لها فيها جميع الفيديوهات غادي تفرجوا فيها كاملين. مستحيل انك ما تنجحش في الزراعة ديال الفصل. كاين بعض الاسئلة ديال الاخوان، اسئلة نقدر نجاوب عليها، اسئلة اللي ما نقدرش نجاوب عليها، اسئلة اللي كاتبها ليا شخصيا ماشي اسئلة هي ديك. بحال مثلا سؤال اللي تكرر شحال من خطأ، هو السؤال شحال خاصني من طون ديال الماء باش نسقي مثلا هكتار ولا شناهي. هاد السؤال اخي الكريم ما نقدرش نجاوبك عليه، لانه حنا ما عندناش واحد الوحده ديال القياس مثلا كتطلع الماء من البير ولا من الساقيه، كتعبري شحال من طون باش كتسقي. ما نقدرش نجاوبك عليه. مثلا كنظن باللي الناس اللي كتسول هما الناس اللي عندهم ديك المكانه في البيئه، الناس اللي عندهم الدعم من الدوله. على ما سمعت انا داير لهم المكانه بحال ديال الماء ديال اللي كاينه في المدينه، المكانه على الجعبه ديال البير، البومبا كتحسب شحال من طون كتستهلك ويمكن كتخلصوا عليها. اما واحد السؤال زوين شويه عجبني، هذا يستحق ان نجاوب عليه، هو شحال ملي نزرعوا الفصل نسقوها شحال منها عاد كتنبت كتطلع. اخي الكريم فصل مهما كيتزرع وكتسقيها مباشره، مهما كيدخلها الماء فكتبدا كتعطى بديك الفصه باش كتستعد لخروج داك المسمار، كتسمى من التحت. 3 ايام كتبدا تسمى، 5 ايام تقدر تطلع تشوفها الفوق، سيمانه. مهم على حساب النوع ديال الفصه. واحد الاخ هنا في اليوتيوب كنت شفت الفيديو ديالو، كان دا واحد الجريبه، دا واحد الحويضات، وجاب بزاف ديال الانواع ديال الفصه، وشافينا النوع اللي كيطلع كينبت هو الاول، والنوع اللي كيتعطل في النبات ديالو. المهم كاين انواع اللي كتنبت هي الاولى، كاين انواع اللي ما كتنبتش كتعطل شويه. ولكن هادشي ما كيعنيش واخا كتعطل لك في البدايه ما كتعنيش ان هذا تكون جوده ضعيفه ولا احسن، زعما النضجيه الاولى تكون افضل من اللي كتعطل. هادشي ما كيعنيش حتى شي حاجه، تقدر تعطلت تعطي احسن من النضجيه الاولى، والعكس صحيح، يعني ما تقدرش تحكم عليه. ايوا خوتي. اما خوتي فيما يخص الناس اللي كتسول على الزراعه بيونير، وقع واحد الاشكال كبير فيما يخص الزراعه ديال البيونير هذا العام، داك العام اللي فات. بالنسبه للدراري من اكادير من فاس كلهم من بلاصه كيقول لي ما لقيتش هذا النوع، قلبت عليه ما لقيتوش. وهنا في سيد بانور كان باقي عندنا، ولكن هذا العام ما بقاتش. كان كنبقى كنسولو كنقول له، كيقول لك ما بقاتش كتدخل من البلاد. ايوا كانت هذا العام الزراعه مستعمله، يعني ديال الفلاح اللي زراعه اصليه الاولى بيونور كيخلوها تولي الزراعه نيت. كانت واحد شي 700 كيلو ولا شناهي. كانت في عاد واحد السيد من العائله نيت، الناس كانوا سولوني نيت في الواتساب، كانوا سولوني واش كاينه شي زراعه، فانا كنقول لهم ما كاينه مضمون، هذيك ما فيها لا سلك ما فيها حتى شي حاجه، هذيك على كارانطي ديالي. المهم لو وقع هو ملي كنقول السيده مدوماندين، الناس مدوماندي واحد 300 كيلو، واحد 400، واحد 100، كله شحال باغي
كيقول لك ها هي محطوطه، ها هي دازت واحد المده، واحد شهر وزياده، ملي كنجي نكونفيرمي مع الناس كيقول لك اودي كاين اللي كيقول لك ما بقاوش بحال غير تفلوا علينا. كاين الناس اللي خاضوا تعيها ليهم من هذا المنبر، وكاين الناس اللي من كتقول لها السيد صاب كيكونفيرمي واش غادي دير تخلص نصيفطوا لك شاديه تجي لها، فكيقول لك انا مازال كنحفافل بها، انا مازال كدا، انا كاين اللي ما كيجاوبش كاع. هذا هو مشكل. كاين واحد فكت هذيك 300 كيلو ولا شنو هي وما كيجاوبش، حيت كانت زايعه، ولكن هذيك اللي كانت يعني عافه في البلاد، عاف مولا، عاف كلشي عاف، انا كنهز معاهم الدار، كنهز معاهم داكشي، كتعرف زايعه ما فيها لا سلك لا والو، يعني مضمونه كتبغيها الناس اللي كتسول عليها. انا مبغيتش ندير فيديو ونقول ها كاينه الزايعه، حيت كلشي ما تبقاش هيك الساعه، هذا التباع كامله، وانا ما باح حتى شي حاجه في سبيل الله. الناس مشاهدين ديالنا نتوما فيك سيده من العائله، يعني انت بحال بجوج نتوما في سبيل الله، حنا رابحين معاكم دعوات الخير. المهم وفي الاخر هذوك الناس اللي ما مجاوبوش داكشي، المهم تباعت هي، ما بقات منها حتى شي حاجه. الاشكال اللي وقع هي دابا عاد الناس كيسولوا على الفصه، كيقول لك فين الفص؟ خويا الفصه خاصك تكون في الصيف، في الصيف هذاش كتكون هيك الساعه، كتكون هيك الساعه لا طحنتها كتكون موجوده، ماشي دابا ما بقاتش عاد الفلاح اللي كانت كيبيعها في الصيف، قليل تلقاه دابا مخليها، ولا كتلقاها في السوق. في السوق كما قلت لكم ما تقدرش، كتكون مخلطه، اغلبيه كتكون مخلطه، هذا جايب 10 كيلو من هاك الاخر، جايب 20 من هاك الاخر، تاخذ واحد 100 كيلو تاخذها كامله، تقضي 10 كيلو تخابش لك كامله اللي كانت فيها شي سلك ولا شي حاجه. المهم اخوت كما قلت لكم، اللي بغى يتفرج في المهم داكشي ديال الفساق والفلاحه غتلقاو البلاي ليست، قائمه التشغيل هنا في الفيديوهات الفوق غتلقاو مكتوب عليها في العنوان زراعه الفساق، هذوك هما الفيديوهات ديال الفساق تفرج فيهم، ها داكشي مضمون. بما قضيه اخرى علاش ما بقيتش حاط الفيديوهات اخوتي، ما بغيتش نبقى نكرر لكم نعاود لكم في داكشي. وهاد القناة الاخوان غادي نحولها قناة رياكشن ان شاء الله، نبدا ندير لكم فيديوهات، حيت ما يمكنش نبقى ندير فصا الفيديوهات ديال الفصا سالينا معاهم. واما الفلاحة ما بقات لا فلاحة لا والو. الاخوان كتشوفوا هنا البسيمة ومسقيش، بالنسبة لديك الساقية اللي كنا كنسقو مع منها ولاو كيخوا، ولاو كيحبسوا وكيطلقوا شي 5 سوايع ولا 6 سوايع، وكيدوزو مراقبين الجدارمية وداكشي، ما كتبقى حتى واحد كيسقى منها. هادشي علاش القناة ندير رياكشن، حيت انا في الاول بدات عز الدين عواجي فلوغز، ما داتش فلاح فلوغ ولا شي حاجه بحال هكا، حيت كنت باغي ندير بها شي حاجه مغايه. كنا حنا دابا في الفلاحه اكتيف القناه، ومن هاني وليت ساهل انا ندير لكم فيديوهات رياكشن على اي حاجه وقالت لقى. ما اللي بغى يبقى الاخوان كنشكر بزاف، لا ما مبقاش مهتم بالمحتوى الجديد ولا شنايا، تحياتي ليه سوا، اللي بغى يمشي ولا شي حاجه ما كان حتى شي مشكل. المهم حنا نديرو رياكشن وصافي. وهذا ما كان اخوتي، عواشركم مباركه، بالسلام عليكم، شكرا. متنسوش لايك الفيديو باش تطلع الناس، وتكون ابوني، والتحيات.